المشكلة الكبرى عندنا الآن أن المسجد ضاق بأهله. أنا اسمي عبد المنعم أحمد دبل، أنا من مصر أصلا، من مدينة بورسعيد. أجدعنا. الله يخليك. طبعا جئت إلى أمريكا أول مرة سنة 2006 كقارئ للقرآن في مسجد سلاي في تامبا فلوريدا، ثم انتقلنا إلى هنا إلى أوهايو لما رأيت المسجد. الحقيقة الكوميونيتي هنا لم أره في حياتي. هل هذا المسجد هيك لما بني دغري بهذا الحجم؟ نعم، ولا لا؟ بني بنفس الحجم. المشكلة الكبرى عندنا الآن أن المسجد ضاق بأهله وما عاد عندنا فرصة للتوسع. ما شاء الله. هلا حاليا كم مصلي تقريبا في الصلاة؟ يعني تقريبا في الصلاة الواحدة ما يقرب من 2000 مصلي. هذه المنطقة طبعا، هذه المسرح بيتملئ طبعا في صلاة الجمعة طبعا أيضا. ما شاء هذه الله. الدرجات مخصصة للشباب. نعم. يعني بيجتمعوا فيها في الهواء الطلق. يعني مدخل المسجد بفضل الله هذا سبحانه مدخل وتعالى. بس للرجال؟ هذا مدخل للرجال والنساء في بعض الأحيان، لكن نعم. مدخل للنساء أيضا خاص بهم، نعم. لا يستخدمه الرجال يعني.